تفتكر ليه برغم إن كل حاجة حوالينا أسهل وأسرع من زمان، لكن الإحساس بالسعادة أقل بكتير والحياة بقت أصعب وأتقل علينا؟ لو سألتك هل أنت سعيد ومبسوط، هتلاقي معظمنا بيقول الحمد لله أهي ماشية، بس طعم السعادة وراحة البال اختلف كتير. في الفيديو ده هنعرف بالظبط إيه خلانا نحس بالضيق والزعل أكتر من زمان، وإزاي نرجع إحساسنا باللحظات الحلوة ونفرح من قلبنا تاني. وفي آخر الفيديو هديك تمرين من أقوى تمارين رفع السعادة عن تجربة شخصية بيفرق بشكل جذري، وتحدي لو عملته لمدة 5 دقايق بس هيتغير مودك طول اليوم. زمان كنا بنحس بسعادة مع آبائنا وأجدادنا برغم إن ما كانش عندهم كم المسليات اللي إحنا عايشين فيه. كنت بتحس بفرحة العيد، برمضان مع لمة العيلة، بالخروجة البسيطة. دلوقتي لو خرجنا تلاقي كل شخص ماسك تليفون، مشغولين بصور بناخدها وننزلها على تطبيقات ونشوف التعليقات والإعجاب، أو ألعاب نلعبها على الموبايل وإحنا قاعدين مستثقلين الخروجة. لما دورت في السر ورا ده لقيت الناس زمان كان عندها هدوء وصفاء ذهني، آخرهم مسلسل تتجمع عليه العيلة عشان تشوفوا ويتبسطوا ويناموا بعدها وخلص اليوم. حياة بسيطة تساوي سعادة. تعال نشوف مع بعض يوم في حياتنا من الصبح. صحيت الصبح جسمك مش شبعان راحة لأنك نايم على التليفون أو سهران عليه. أول ما صحيت مسكت التليفون تبص على الرسايل، فتحت شوية تطبيقات، خدنا معانا وقت محترم، اتأخرنا على الشغل. انزل بسرعة عشان تلحق شغلك أو دراستك. خلصت شغلك هنعيد السيناريو تاني وانت راجع، جري وتوتر مع إرهاق. قبل ما هنذاكر أو هنجز مهمة نتفرج على شوية فيديوهات قلبت علينا المواجع، اللي عايشين في بيت أو اشترى فيلا أو جاب 2 3، اشترى كذا عربية بأرقام خيالية، سافر يتفسح في أماكن ولا في الأحلام. ممكن في وسط اليوم جالك تليفون مع شخص ما كنتش حابب ترد بس اضطريت ترد، قابلت حد أو نزلت مشوار تقيل على قلبك، خلص اليوم ورايح تنام. انت حرفيا منهك ومودك سيء. وفي الغالب هتكون المهام السخيفة زي المذاكرة أو إنجاز مهمة ما عملتهاش في وسط الزحمة اللي انت كنت فيها. النتيجة الطبيعية هي إحساس بعدم الرضا عن نفسك وعن اليوم. المشكلة ما كانتش فيك كشخص، ولكن كانت في الدوشة والزحمة اللي عملتها في نفسك. انت عملت كل شيء ممكن يضغطك ويضايقك. أولاً النوم بدري مش علشان راحة جسمك بس، النوم حرفياً بيساوي إعادة ضبط المصنع لحالتك النفسية. كل ما كان آخر شيء نمت عليه بعيد عن الشاشات، كل ما كان نومك أعمق وأهدى ونفسيتك ومودك أحسن. أول ما تصحى من النوم بيكون العقل في مرحلة اسمها موجات ألفا، ودي حالة الهدوء والاستقبال وبناء المزاج. في اللحظة دي بتكون أكتر لحظة الدماغ فيها عندها قابلية للبرمجة والتأثير بالمشاهد وبالكلمات، وبالتالي لو شفت أخبار سلبية أو مزعجة أو تعليق ضايقك، دماغك بيسجل ده كنغمة لباقي اليوم كله. يدخل المخ في إفراز دفعات عالية جدا من الدوبامين وإحساس زائف بالإثارة. يفضل مخك طول الوقت يدور على الجرعات المكثفة دي من الدوبامين، فبدل ما مخنا الصبح يحط جرعة التركيز في العمل والإنتاج سرقها الموبايل. النتيجة هي فقدان الحماس لباقي اليوم واستمرار التصفح في كل وقت ممكن. باختصار الموبايل سرق تركيزك ووقتك وسعادتك. الحل في منتهى البساطة، ابعد التليفون عنك أول ساعتين بعد ما تصحى، هتندهش من الفرق الضخم في حالتك النفسية. الغلطة اللي بعدها إن إحنا بنقعد نعطل نفسنا وبناخد وقت كتير. حافظ على هدوء، انزل بدري شوية عن ميعادك، بلاش تجري وتتوتر عشان تكمل باقي اليوم بمود أحسن. من أكبر الأخطاء اللي ممكن نعملها في نفسنا هي متابعة حياة الأشخاص على السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، رؤية حياتهم المزيفة عشان يجمعوا مشاهدات. مخنا في اللاوعي بيقراها إن إحنا مش سعداء عشان ما عندناش اللي عندهم، وتبدأ مقارنة غير منطقية جوانا نبدأ نصدقها، والنتيجة إحساس بالإحباط وعدم النجاح. أحب أقولك الناس دي أكل عيشها هو الكام دقيقة اللي بتطلع تمثل فيهم السعادة، لأن من الآخر محدش بيصور خيباته وفشله وزعله. بالتالي أنت بتشوف النسخة المنقحة المتنقية من حياة إنسان مش طبيعية. الإنسان الطبيعي حياته فيها طلعات ونزلات. جرب توقف متابعة القنوات دي اللي بتتاجر بحياتها وبيوتها، وابدأ استثمر الوقت ده في تعلم شيء أو متابعة قنوات تفرق في حياتك، مش تحرق وقت وتحسسك بالإحباط. شكل تاني بيسرق سعادتك في يومك هو السعي وراء إرضاء الآخرين حتى لو على حساب نفسك. التليفون اللي رديت عليه وانت مش حابب، المشوار اللي عملته عشان اللي قدامك ما يزعلش، ما مرش على عقلك مرور الكرام. أحب أقولك ده بيقلل من تقديرك لذاتك، لأنك شفت الشخص الآخر أولوية عن نفسك وعملت اللي يريحه ويتعبك.
وبالتالي النتيجة المنطقية هي إحساس بعدم الرضا عن الذات، وبالتالي عدم السعادة. خلينا نتفق إن مفيش حد مننا ما مرش عليه تجربة إنه عمل ما لا يعمل لشخص وفي الآخر ما عجبش برضه، لأن إرضاء الناس غاية لا تدرك. الناس دايما عايزة أكتر وأكتر، وده مرهق جدا لنفسك. حط نفسك أولوية، ساعد وادعم في حدود المتاح من وقتك وطاقتك. فوق كده أنت بتظلم نفسك. المفاجأة بقى إن مع كل مرة هتختار نفسك هتلاقي الناس قدرتك واحترمتك أكتر، والكلام ده عن تجربة. هل معنى كده إن أنا مش هزعل؟ لأ، الطبيعي إن الإنسان بيعيش السعادة والزعل، بس الشاطر اللي يستثمر الزعل. يعني الوضع العادي لو أنت زعلت هتهرب للتليفون، هتكلم حد ترغي معاه شوية، أو هتقلب في فيديوهات لحد ما تزهق. ممكن تلعب جيم. ده بيعمل إيه؟ ده بيخلي مخنا يبدأ يتشتت عن المشكلة، لكن للأسف هو مرتاحش. أنت اديته مسكن مؤقت، لكن الحل الحقيقي يا إما إن أنا أواجه المشكلة إن أمكن، أو لو المشكلة محتاجة تفكير أشغل نفسي بنشاط مفيد وأنا بفكر، زي تنظيم الأوضة، ترتيب دولابي، المشي في مكان مفتوح. النتيجة عقلك وعينك بيلمسوا تغيير إيجابي قدامهم، وبالتالي تحسين للحالة النفسية والتخفيف من التركيز على الزعل. كنز راحة البال والسعادة بقى هو تقليل التوقعات. تقبل فكرة إن الحياة مش هتمشي دايما على مزاجي. خليك جاهز للحلو وما تتصدمش من الوحش. خلي عندك يقين إن اللي بيحصل هو اختيارات ربنا، وهو أعلم بالغيب، فأكيد اللي بيحصل هو الأفضل. إيمانك ده بيهدم أي فرصة للزعل والإحباط. افتكر قصة سيدنا يوسف، لولا رمي إخواته ليه في البير وبيعه بثمن بخس في أسواق الرقيق كانش هيكون أمين على خزائن الأرض وسبب في حل مجاعة استمرت 7 سنين. حط المقولة دي دايما في رحم المحنة منحة. نيجي بقى للتمرين. أفضل وقت هنعمل فيه التمرين ده قبل النوم أو أول دقايق بعد ما نصحى. خد نفس عميق، املى صدرك لمدة 4 ثواني، احبس النفس لمدة 2 ثانية، خرج النفس ببطء لمدة 6 ثواني. هنعيد التمرين 4 مرات. واحنا بنعمل التمرين هنفكر حاجة حلوة حصلت لنا النهاردة، شيء اتعلمته حتى لو كان صغير، شخص أو موقف حسسك بالامتنان والنعمة اللي انت فيها. وهنفتكر حاجة أو موقف سلبي بس بشكل إيجابي. يعني مثلا لو أنا تعبت النهاردة في الشغل هقول أنا تعبت النهاردة في الشغل عشان مستقبلي يكون أفضل. بس مش هتعمل أكتر من كده. جرب التمرين وشاركني نتائجك في التعليقات. إذا عجبك الفيديو ادعمني بلايك وما تنسيش الاشتراك في القناة. دمتم في رعاية الله.